يا اخي الواحد مشفق كتير جدا جدا على فرقه زي النصر السعودي. مشفق على فرقه فيها كريستيانو رونالدو، فيها اوتافيو، فيها بوزوفيتش، فيها علي النجعي، فيها عبد الله العمري، فيها امريك لابورت، فيها اوسبينا، فيها ايمن يحيى، فيها عبد الرحمن غريب، فيها سلطان الغنام اللي بحبه جدا جدا جدا. فرقه تقيله جدا. لكن مع وجود مدير فني اسمه كاسترو مفيش بطولة هتدخل النصر. ومع وجود مدير فني بحجم خيسوس في فرقة الهلال، البطولات كلها هتروح لنادي الهلال. هكلمك في نقطتين قبل ما نتكلم كده. نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولو مش مشترك في قناتي، دي قناتي بعد الماتش، بتكلم عن الدوري السعودي وكل ما يخص الدوري السعودي والدوريات العربية كمان. ولكن اتمنى تكون عملت اللايك واشتركت في القناة. لكن قبل ما اروح واخدكم في الفيديو كده وتقول معايا في الفيديو، عايز اقول لك على حاجة مهمة جدا جدا. الهلال السعودي يشبه فرقة عندنا في الدوري المصري اسمها الاهلي المصري. وبخصوص طبعا الدوري المصري والكرة المصرية، ناس كتير سألتني في الفيديو اللي فات، هل الكرة المصرية او هل الدوريات العربية، الدوريات المصرية اقوى من الدوري السعودي؟ ده يمكن نقطة خلاف كبيرة هجاوب عليها دلوقتي. ولكن قبل ما اتكلم عن شبيه الهلال السعودي في مصر، هو الاهلي المصري. الاهلي المصري ما بيسيبش ما بيرحمش اي فرقة، بالظبط الهلال. رغم ان كانت فرصة النهارده عايز اقول الغبي كاستو ان هو يتفوق على الهلال السعودي وياخد بطولة ويطلع كده شايل بطولة كده. لكن مش عارف انا، يعني خيسوس من المدربين القليلة فنيا جدا، رغم انه بيمتلك لعيبة وبيمتلك ظهير ايمن سلطان الغنام على اعلى مستوى. انا اللاعب ده بحبه جدا جدا. لاعب زي عبد الرحمن غريب، لاعب زي يعني ممكن إمريك لابورت كان النهارده كان مقصر شوية على طبعا علي النجعي وعبد الله العمري، مش بحالتهم، لكن برضه مش سيئين. لكن اللي لفت نظري النهارده قبل ما اجاوب على موضوع الكره المصريه والدوري السعودي اقوى ولا الدوري المصري، عايز اتكلم عن نقطه علي البليه وكولوبالي. انا مدرب حراس مرمى يا جماعه، انا يعني اصلا شغلانتي مدرب حراس مرمى. انا لو مسكت النصر السعودي واتطرد منه لاعبين غلسين زي علي البليهي وخليل كولوبالي، انا يعني انا كنصراوي ماسك النصر هكسب. لكن كاستو بعقليته برضه، اكتبوا لي انتوا رايكم في التعليقات. لو انت نصراوي اكتب لي برضه رايك في التعليقات. هل كاستو اضاع فوز عظيم النهارده كان ممكن يبقى على الهلال وممكن يطلع ببطوله؟ هل كاستو هو من السبب في ضياع هذه البطوله؟ وكاستو في سبب بكاء رونالدو النهارده بعد المباراه؟ اكيد سبب واضح جدا 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 جدا. لان شايف ان كاستو لا يصلح لتدريب النصر السعودي، لان في برضه مدير فني كفء الناحيه الثانيه بيلعب على كل الطرق المشروعه والمش مشروعه، بيعمل كل حاجه، بيعمل كل حاجه في كره القدم مع الهلال السعودي. لكن اللي لفت نظري قلت لكم ان كاستو مدرب سيء جدا جدا جدا. انا كنت شايف ان الناحيه الهجوميه النهارده في اسوأ حالتها النادي النصر، وبالاخص من اللاعب السنغالي ساديو ماني. عبد الرحمن غريب بيراقب ساديو ماني. يا جماعه انا دايما بقول الكلام ده في فيديوهات. النصر والهلال اخوه، النصر والهلال فرقتين تقال. ولكن قبل ما نروح الدوري السعودي اقوى ولا الدوري المصري، الكره المصريه عامه، عايز اقول للهلال بالله عليك انت شبيه النادي الاهلي في مصر. انا زملكاوي، انت ما بتسيبش اي بطوله لاي حد. انت يعني مش عايز اقول لك يهودي، مش يهودي، مش ديانه، يهودي في الطباع. مش سايب اي اي فسوه صغيره لفرقه زي النصر. بتتعب وبتجتهد، ما بتسيبش، وده حق مشروع. انا مش بقول حاجه، عشان كده بقول لك انت يهودي في الطباع. يهودي مش سايب اي بطوله لاي حد ياخدها، حتى الغريم التقليدي للنصر السعودي ما سايبش اي حاجه. فرقه تقيله جدا جدا فرقه الهلال. مالكم ده لاعب عالمي، ميشيل دالجادو لاعب عالي جدا. محمد كانو لما نزل بدأ يظبط نص الملعب شويه. سعود عبد الحميد من اللعيبه المحترمه جدا. محمد كانو، سافيتش، البلي، كولوبالي، مالكم، ميشيل دالجادو، وطبعا النجم السعودي الدوسري. لكن في الناحيه الثانيه طبعا لعيبه اتقل من وجهة نظري الشخصية، أتقل بكتير من فرقة الهلال. لكن طبعا بيفرق هنا المدير الفني خيسوس والمدير الفني كاستو.
تعالوا بقى للنقطة اللي انتوا مستنيينها، بعد طبعا فوز الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين. هل الدوريات المصرية أو الدوري المصري عامة أو الكرة المصرية عامة أقوى من الكرة السعودية؟ بعد اللي أنا شفته النهاردة ده، و90 دقيقة وبعد كده 15 دقيقة أوفر تايم، 15 دقيقة تاني ضربات جزاء، حابب أقول لك إن المستوى الفني في الكرة السعودية تطور ملحوظ كبير جدا جدا جدا. معلش يا جماعة أنا الصوت رايح. والكرة السعودية أجمل وأمتع فنيا بكتير من أي دوري عربي، مش الدوري المصري بس، من أي دوري عربي. هنيئا لكم بهذا الدوري، هنيئا لكم بهذه البطولات، كأس خادم الحرمين الشريفين، هنيئا لكم بكريستيانو، هنيئا لكم ببروزوفيتش، هنيئا لكم بمتروفيتش، هنيئا لكم بسافيتش اللي ما لعبش النهارده، باللعيبه اللي طالعه زي عبد الرحمن غريب، سلطان الغنام، مالكم، لعيبه كتير، محمد كانو من اللعيبه المحترمه جدا اللي بحبها جدا في وسط ملعب نادي الهلال السعودي. مليون مبروك للهلال السعودي، وهارد لك لنادي النصر السعودي. كنت اتمنى ان هو يكسب بطوله النهارده، واتمنى كمان انك تكون عملت لايك واشتراك. هتشوفوني بعد كل مباراه في الدوري السعودي، طبعا الدوري خلص والموسم خلص، هتشوفوني كمان في المنتخب السعودي بعد كل مباراه منتخب سعودي على قناتي بعد الماتش. اللايك بتاعك والاشتراك. السلام عليكم.